مشاهدينا الأكارم، سعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون الدولة الإريترية، نسهلها بالعناوين. منطقة قرسة تشهد أعمال حصاد بالنفير الجماعي. تنظيم محاضرة صحية لموظفي المرافق الخدمية في مديرية بارنتو. تقييم خطة التدريب والتطور التعليمي في مديريتي أفعبت ونعفة. ترامب يقبل دعوة الشي لزيارة الصين ويشيد بالعلاقات القوية معها. أفغانستان تتوعد بالرد على هجوم باكستاني. وأردوغان يعلن عن تعاون تركي كوري جنوبي بالصناعات الدفاعية والنووية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تجري أعمال حصاد الذرة بالنفير الجماعي في قرسة الذي تقوم بتنميته مؤسسة الغلال والمواشي في المنطقة الجنوبية الغربية بإقليم القاشبركة. وأوضح مدير المشروع السيد حيلزقي حبتم أن جمع المحصول يجري بتعاون وحدات قوات الدفاع والجيش الشعبي، وعلى المؤسسات الحكومية في مديرية تسني وأعضاء قيادة حرس الحدود للمنطقة الشمالية الغربية. وقال إن مؤسسة الغلال والمواشي قامت هذا العام بزراعة حوالي 6100 هكتار من الذرة والسمسم والدخن، و3300 هكتار منها في قرسة. وذكر بأن حصاد السمسم تم في الوقت المحدد، والعمل جار لحصاد ما تبقى من الذرة والدخن، مشيدا بمشاركة وحدات قوات الدفاع في الحصاد. وأكد المشاركون أنهم يعملون بتفان كبير لإنجاز البرنامج في وقت قصير. نظمت محاضرة صحية بتعاون وزارتي الصحة والسياحة لتوعية موظفي المرافق الخدمية حيال الأمراض المعدية بشكل عام ونقص المناعة المكتسبة بشكل خاص. وذكر مسؤول مراقبة نقص المناعة المكتسبة الأيدز والأمراض المعدية جنسيا في فرع وزارة الصحة بإقليم القاشبركة السيد قبر مسكال ولد أبزقي العاملين في قطاع السياحة عامة، ذكرهم بالوعي والمحافظة على صحتهم لتجنب الإصابة ونقل هذه الأمراض نظرا إلى طبيعة عملهم. وأضاف السيد قبر مسكال أن وعي المجتمع يتزايد بفضل الحملات الواسعة التي تجري، وحث المجتمع على تعزيز دوره في السيطرة ومحاربة تفشي الأمراض المعدية. وحث مسؤول الدراسات ومتابعة الموارد في فرع وزارة الصحة بالإقليم السيد سمرت قبر مدين بدوره حث بمساهمة العاملين في المرافق الخدمية، مشيرا إلى أن جهود الرقابة وحدها لا تفي بالقرض. كما ذكر مدير عام السياحة بالإقليم العقيد حامد يوسف المشاركون بضرورة اتخاذ خطوات جدية، وذلك بهدف محاربة تفشي الأمراض المعدية خاصة عند مبادرات المرافق الخدمية لتقديم خدمات للزبائن. وناشد المشاركون في الختام بتنظيم أنشطة مماثلة نظرا إلى أهميتها وأثرها المعرفي على المجتمع. عقدت اجتماعات في مديريتي أفعبت ونعفة لتقييم خطط التدريب والتطور التعليمي. هدف الاجتماع لتقييم برامج وخطط التدريب وتطوير التعليم التي أدخلت في كافة مدارس الإقليم في عام 2019-2020 الدراسي على نطاق واسع، وسير التدريبات الدورية والبرامج التي تم إنجازها في هذا الشأن ومدى فعالية نتائجها. وأوضح مسؤول وحدة برامج التنمية البشرية في فرع التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ قرماي أرأيا لمسؤولي مكاتب التعليم ومدراء المدارس والمرشدين والمعلمين وأولياء الأمور أن 149 مدرسة من أصل 198 مدرسة على مستوى الإقليم، ما يعادل 71%، يعملن تباعا لخطط التدريب والتطور التعليمي. وقيمت 38% منها باتباعها للخطط بشكل مفصل وشامل، ووصول 62% من المدارس المتبقية إلى المستوى المقبول في تنفيذ خطط العمل هذه. وقدم المشاركون الآراء والمقترحات حثوا فيها على تقييم جودة التعليم في جميع المرافق وتنظيم دورات منتظمة إلى جانب اتباع خطط التدريب والتطور التعليمي المنشودة بتشجيع من الجهات المعنية.
تبرع طلاب المدارس الثانوية في مدينة دكة محرية ب 750 وحدة دم خلال الفترة من 17 وحتى 22 من الشهر الجاري. وأفاد منسق التبرع بالدم في بنك الدم الوطني السيد محاري أبراهام أن عدد المتبرعين يتزايد من حين إلى آخر نتيجة وعي حيال التبرع بالدم وفوائده الصحية. وذكر السيد محاري المتبرعين أن التبرع بالدم يسهم في خفض خطورة الإصابة بأمراض السكري وكذلك ضغط الدم والسرطان، إلى جانب إجراء الفحوصات الوقائية بشكل دوري ومدى حوافزه النفسية على صحة الإنسان. وأوضح رئيس فرع جمعية المتبرعين بالدم بمدينة دكة محرية السيد قرماي إسيت بدوره أن الفرع يعمل على توسيع أنشطة التبرع عبر توعية المجتمع بشكل عام والطلاب بشكل خاص. في غضون ذلك تبرع موظفو المكتب المركزي للجوازات والجنسية ب50 وحدة دم لإثراء احتياطي بنك الدم الوطني. وأشار منسق البرنامج السيد تخلى إلى أن التبرع بالدم عمل خيري لا يتطلب المناشدة، وأنه سيتم تنظيم حملات مماثلة كل 3 أشهر بشكل دوري. تقدم عيادة جلاس بمدينة حقات إقليم عنسبة خدمات مرضية في رعاية الأمومة والطفولة. وأوضح السكان بأن أنشطة التوعية الصحية التي تقوم بها العيادة إلى جانب الخدمات الصحية تسهم في ارتقاء الوعي لدى المجتمع. وأوضح مسؤول العيادة الممرض يوناس هبت مريم انخفاض الأمراض نتيجة خدمات العيادة والتوعية الصحية. وأشار إلى إصحاح البيئة بنسبة 88% عام 2025 وتغطية التطعيم بنسبة 99%. وذكر مدير ضاحية جلاس السيد أسناي بطرس الارتياح لدى السكان لخدمات العيادة، مؤكدا العمل على سد النواقص. تبعد جلاس مسافة حوالي 9 كيلومترات إلى الشرق من مدينة حقات. نظمت في مدينة دكة محرية يوم 22 من نوفمبر ورشة عمل حول تحسين أداء الطلاب عامة ومشاركة المرأة في التعليم خاصة. هدفت الورشة التي نظمها مكتب التعليم في الإقليم الجنوبي وحضرها مديرو المدارس وممثلو الشعب إلى تحسين المشاركة المنخفضة للمرأة في قريتي بليستو وعدرسون. وأوضح مسؤول علم التدريس في مديرية دكة محرية الأستاذ أوباي فقادو أوضح بأن ظاهرة مقاطعة التعليم متواجدة في قريتي بليستو وعدرسو نتيجة الاهتمام المتدني من الطلاب وعدم متابعة أولياء الأمور. ونفذت حملة التوعية لأولياء الأمور للحد من الظاهرة. وقال مسؤول التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هبتسجي كيدان إن على الآباء إرسال أبنائهم إلى المدرسة في العمر التعليمية المحدد، مشيرا إلى أن مشاركة سكان القريتين الذين يزاولون الترحال الرعوي لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب، وأن الورشة سيكون لها دور مفيد في رفع الوعي وتعزيز المشاركة في التعليم. ودعا المدير التنفيذي في إدارة مديرية دكة محرية السيد قرماي إسيت الهيئات الحكومية وخاصة إدارات الضواحي إلى العمل بجدية في توسيع المشاركة التعليمية. هذا وناقشت ورشة العمل أسباب انخفاض المشاركة لا سيما المرأة والخطوات اللازمة لمعالجتها. ودعا المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم الجنوبي السيد قال أبتس فاسلاسي جميع الأسر دعاهم إلى إرسال أبنائها إلى المدارس، كما حث الإدارات إلى القيام بالمراقبة الجادة. مشاهدينا الأكارم، كانت هذه حصيلة الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوة العلاقات مع الصين، واصفا إياها بأنها قوية للغاية، وذلك عقب مكالمة هاتفية مع نظيرها الصيني شي جين بينغ تناولت قضية تايوان وفقا لوزارة الخارجية الصينية. وقال ترامب إن العلاقات مع الصين قوية للغاية. كانت هذه المكالمة متابعة لاجتماعنا الناجح جدا في كوريا الجنوبية قبل 3 أسابيع،
مشيرا إلى أنه قبل دعوة الشي لزيارة بكين في أبريل المقبل، على أن يزور الرئيس الصيني الولايات المتحدة في وقت لاحق من عام 2026. من جهتها قالت وزارة الخارجية الصينية أن الاتصال تركز على مستقبل العلاقات الثنائية والملفات التجارية بين البلدين، بالإضافة إلى الملف الأوكراني، لكن الحيز الأكبر كان لتايوان. وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن المكالمة التي استمرت نحو الساعة تناولت قضايا التجارة وأوكرانيا والفنتانيل والمنتجات الزراعية الأمريكية، وقالت إن واشنطن راضية عن وتيرة التقدم، وأن بكين تبادلها الشعور نفسه. توعد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد بالرد بالشكل اللازم وفي الوقت المناسب على هجوم باكستاني استهدف 3 أقاليم شرقي البلاد وأسفر عن مقتل 9 أطفال وامرأة. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأفغانية في وقت سابق إن باكستان قصفت منزلا مدنيا في إقليم خوسي، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص هم 5 صبيان و4 فتيات وامرأة. ولم يعلق الجيش والحكومة الباكستاني على الهجوم الذي يأتي بعد يوم من هجوم دموي في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان قتل فيه 3 من رجال الشرطة وأصيب 11 آخرون. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن المسؤولين عنه سيعثر عليهم وسيعاقبون، منوها بالتزامه إحباط مخططات الإرهابيين الشريرة التي تستهدف سلامة باكستان. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ في العاصمة أنقرة، أعلن عن تعاون وتنسيق بين بلاده وكوريا الجنوبية على مختلف الأصعدة في مقدمتها الصناعات الدفاعية والطاقة النووية. وأوضح أردوغان أنه بحث مع لي إمكانية اتخاذ خطوات مشتركة في مجال الصناعات الدفاعية بين البلدين، مضيفا أن المشاورات بين المؤسسات التركية والكورية مع المعنية متواصلة، كذلك بشأن التعاون ببناء محطة للطاقة النووية. وقال أن تنفيذ مشروع دبابة الطاية التركية هو أحد أنجح الأمثلة على التعاون في مشاريع هامة في مجال الصناعات الدفاعية مع الشريك الاستراتيجي كوريا الجنوبية. وفي وقت لاحق وقعت شركتا توناش التركية للطاقة النووية وكيكو الكوريا الجنوبية للكهرباء وقعتا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة النووية. أعلنت القوات المسلحة الألمانية أنها تتخذ الخطوة الأولى نحو نشر نظام الدفاع الصاروخي الجديد الإسرائيلي الصنع آرو 3. وذكرت القوات الجوية أن المفتش العام ومفتش القوات الجوية سيعلنان في 3 ديسمبر المقبل في قاعدة هولتسدورف الجوية بمنطقة شونفالده عن بدء الدورة أو القدرة التشغيلية الأولية للنظام. وسيمنح النظام ألمانيا للمرة الأولى القدرة على رصد واعتراض صواريخ باليستية قادمة من خارج الغلاف الجوي للأرض. وتزيد ألمانيا استثماراتها في مجال الدفاع الجوي، حيث أطلقت الحكومة مبادرة الدرع السماوي الأوروبي لتطوير شبكة دفاع صاروخي قارية. مشاهدينا في كل مكان، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. منطقة قرصة تشهد أعمال حصاد بالنفير الجماعي. تنظيم محاضرة صحية لموظفي المرافق الخدمية في مديرية بارنتو. تقييم خطة التدريب والتطور التعليمي في مديرية أفعبت ونقفة. ترامب يقبل دعوة شي لزيارة الصين ويشيد بالعلاقات القوية معها. أفغانستان تتوعد بالرد على هجوم باكستاني. وأردوغان يعلن عن تعاون تركي كوري جنوبي بالصناعات الدفاعية والنووية.
سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة المسائية. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.